بعد ما جربت الطريقة دي بجد مستحيل اعمل او اكل لسان عصفور باي طريقة تانية. اوعي تكوني لسه بتعملي لسان عصفور بالطريقة دي اللي هو شوربة بقى كطبق كده جانبي وخلاص. تعالي بقى النهاردة هعلمك لسان عصفور على طريقة الجزائرية. حبة البانيه دول اللي انتوا شايفينهم قدامكم، بس كمان ممكن تكون اقل من ربع كيلو. هنا في الوك بتاعتي نزلت بحوالي معلقتين كبار كده من زيت الزيتون، وعليهم كده يا جماعة يعني قطع صغيرة قوي من الدجاج. دول كانوا عندي كام حتة بانيه كده، ما كانوش هينفعوا ان انا اعملهم بانيه، كانوا بصراحة مقطعين، فقلت لا بقى انا هرميهم، لا احنا ما بنرميش حاجة يا جماعة. بصوا بقى، جبتهم كده وقطعتهم مكعبات صغيرة وشوحتهم، وبعدين نزلت ببصلاية مقطعة مكعبات بالشكل ده، وعليها يا جماعة ذرة الملح زي ما احنا متفقين، علشان بس تطلع كده نكهتها جميلة قوي، وكمان تدبلها معايا بسرعة. عليهم كده نص ملعقة كبيرة من الثوم او ملعقة صغيرة، يعني ممكن في اللحظة دي تحطي ملعقة كبيرة. غالبا دايما اكل الجزائر بيبقى فيه ثوم كتير، فطبعا زي ما انتم حابين يعني. هنا بقى ضفت شوية بسلة، جزر، ذرة، اي حاجة في الخضار موجودة عندك ضيفيها. وضفت هنا التوابل ومعهم مكعب مرقة، وهكتب لكم ايه التوابل اللي انا ضفتها بالظبط في صندوق الوصف. اللي مش عارف صندوق الوصف يا جماعة فين، اضغطي على العنوان بتاع الفيديو هيظهر لك صندوق الوصف. هنا بقى حطيت كوبايتين من لسان عصفور، وهقلبهم بالشكل ده، هشوحهم كده شوية مع بعض. كل ده يا جماعة طبعا مش في دقيقة، يعني احنا الاول كده سيبنا الفراخ اتشمعت، ابتدت ان هي تدخل في السوا، حطيت فوق منها البصل، يدوب البصل دبل، حطيت الخضار وهكذا. بس انا هنا مسرعه الفيديو علشان مطولوش عليكم. بعد كده بقى بشويه ميه مغليه كده، وهغطي الكميه هنا علشان يطلع معايا مفلفل وحلو. يدوب كده بعد ما اغطيه بحوالي مثلا عقله صباع، مش بياخد يعني ميه كتير. حطي قليل، ولو احتاج منك ميه في النص زودي، بس ميه مغليه. في اللحظه دي يا جماعه انا حطيت ملعقه كبيره من صلصه الطماطم، بس للاسف الكاميرا خدعتني وما ظهرتش في الكاميرا. شايفين بقى يا جماعه الجمال؟ حرفيا وصفه خطيره، اسرع اكله ممكن تعمليها. تنفع على فكره جدا عشاء لو لوحدها جنب كده خيار ومخلل، يا سلام. وتنفع طبعا كطبق جانبي وقت ضيوف او حتى وقت الغداء. شايفين بقى يا جماعه؟ عايزه اقول لكم كده وصفتنا خلصت، حاجة كده يعني مفيش بعدها سهولة. بس يا جماعة الطعم خرافة، طعم الخضار مع لسان عصفور مع الفراخ مع النكهة اللي احنا حطيناها، لا جميلة قوي قوي، ومفيهاش بهارات يعني وحاجات كتير قوي. انا هكتبها لكم زي ما قلت لكم كده في صندوق الوصف، تقدروا ترجعوا له في اي وقت او تاخدوا سكرين شوت عشان تفضل معاكم دايما. بجد يا جماعة تحفة، خرافة بجد. دي الكمية من كوبايتين لسان عصفور، جربيها بقى وشوفي الفرق ما بينها هي وما بين شوربة اللسان عصفور. هتلاقي اللسان عصفور ده تحول لرز بسمتي معاكي، بقى حاجة خطيرة بجد. انتظروني بقى في وصفات تانية جديدة دولية بتاعت دول تانية، مش بس وصفات مصرية. طبعا لو وصلتي معايا للفيديو الاخر هنا فانا بشكرك جدا للمتابعه، وما تنسيش بقى يا قمر اللايك والشير للفيديو لو عجبك، وكمان سبسكرايب للقناه لو اول مره بتشوفي قناتي.